والله انا ابتديت اهتم برياده الاعمال وانا عندي تقريبا اعتقد 19 سنه. اول مره دخلت فيها الجريك كانفاس اول مره دخلت فيها الجريك كانفاس كان عندي اوريدي حلم ان انا يبقى عندي مكتب هناك، واخدته فعلا بعد 4 سنين. بس انا ابتديت اهتم برياده الاعمال من وانا في الكليه اوريدي. يعني انا كنت في كليه علوم وفي نفس الوقت بشتغل في الماركتنج. انا بحب الماركتنج جدا. اي ثينك اتس ماي جيم، والتريدنج كمان اتس ماي جيم، والبزنس كمان اتس ماي جيم. بس انا بحب اعمل الحاجه اللي انا بحبها. فانا لما ابتديت اوريدي اهتم برياده الاعمال دخلت شويه مسابقات في الكليه وكده، وكنا بنكسب اللي هي بتتعمل للطلبه والكلام ده. ولكن بعد كده سمعت كلام جاك ما، مؤسس موقع علي بابا، اللي كان بيقول ان لو انت عايز تعمل ستارت اب لازم تكون بتشتغل في ستارت اب. يعني قبل ما تروح تعمل محل في سوق لازم تبقى عبد الغفور البرعي. اوكي، لازم تروح، مش عارفه اتفرجت عليه ولا لا، شكلك مش من مصر. في مسلسل عندنا اوريدي ان هو الراجل راح يشتغل بليه من الاخر. يعني كان بيشتغل عند في محل من المحلات عشان يتعلم يفتح هو كمان محل بعد كده. اوكي، فده اللي انا عملته. جالي فرصه ان انا اكون بشتغل في ستارت اب، فاشتغلت في ستارت اب لمده اعتقد 6 شهور او اكتر، سنه تقريبا، من 8 شهور اعتقد لسنه. وبعد كده ابتديت افكر في الستارت اب بتاعي اللي هو كاريرك. وبفضل ربنا الحمد لله قدرنا نكون بنعمل بروجرس كويس. لان انا كنت خلاص ابتديت اكتسب عقليه رياده الاعمال. لان ان انت تشتغل في ستارت اب غير ان انت تكون تشتغل في شركه. الشركه هي انت بتبقى ترس في مكنه دايره اوريدي، لكن في ستارت اب انت بتدور المكنه. اوكي، فالموضوع كان مختلف تماما. في مواقع كتير بتساعدك اونلاين ان انت تكون بتاخد ريسورسز، مصادر. لان انت وانت بتبتدي ستارت اب انت مش محتاج ان انت يكون عندك راس مال. في انكيوبيتورز، في اكسلريتورز، كل دوله في العالم عندها اوريدي جزء بيسبورت رواد الاعمال، حاضنات الاعمال ومسرعات الاعمال وهكذا. في موقع اسمه واي كومباينيتور، ده عندهم سكول لرياده الاعمال وبيدوا ريسورسز فور فري لاي رائد اعمال. يعني بيدونا حاجات فور فري، ده لو حد لسه بيبتدي يعني. في برضو عندنا اوريدي اف 6 اس، ده موقع عليه كل الفرص بتوع رواد الاعمال. في في سي 4 اي اللي هو في سي فور افريكا، ده برضو عليه اوبورتيونيتيز تحفه. فكل دي ريسورسز بتساعد. بس انا اعتقد الخطوه الاولانيه ان انت تبقى عبد الغفور البرعي. و I think by the end of this year هيبقى ان شاء الله في جزء already في Gross X Accelerator كمان لرواد الاعمال. So stay tuned.